خسارة بيراميدز امبارح عز الأهلاوي وفوز الزمالك بمكسب كبير عريض 5-2 على قارة الإسماعيلية. ده الترتيب حاليا. سيراميكا إن شاء الله لسه تلعب النهاردة مع غزل المحلة. سيراميكا 15 ماتش ب32. الزمالك وبيراميدز 14 ماتش ب28، وانت 14 ماتش في المركز الرابع ب27. انت كواحد اهلاوي، مش هقولك بقى انت كلاعب اهلاوي يرضيك ومش يرضيك، لا انت كمجلس اداره، انت كلاعيبه عاجبك؟ يعني انت عاجبك الترتيب اللي في النادي الاهلي دوت؟ لو انت عاجبك تمام، يعني لو انت لاعب في النادي الاهلي وعاجبك ده، يبقى انت ما تستحقش انك تبقى موجود، يعني انك تعدي من جنب سور النادي اصلا، عشان انت ما بتعرفش يعني ايه اهلي. لو ده عاجبك، لو ده عاجبك كلاعب او كاداره، حتى لو كابتن محمود الخطيب، يبقى انت ما تستحقش تعدي من جنب سور النادي، ما تستحقش تقف على البوابه، مش تخش نادي الاهلي. إيه المنظر ده؟ انا ما شفتش الاهلي كده. انا ما شفتش الاهلي كده بالتدعيمات في قبل الموسم وفي نص الموسم، بتغيير مديرين فنيين، وكولر مشى واتنين تانيين. ده ترتيبك بجد؟ ده منظر؟ يعني ده يرضيك يعني ولا يرضي اي حد؟ بيراميدز عماله تقع وتخسر، والزمالك خسر لك، وانت برضو يعني فين المنافسه؟ يعني اقول لك مثلا الدوري بتاعنا، على فكره الدوري بتاعنا جامد، يعني الدوري بتاعنا جامد، اي حد بيكسب اي حد. بس انت فين المنافسه بتاعتك؟ فين الاهلي مسلم؟ اللعيبه مسلمه نمر عادي، كسبت خسرت عادي مش فارقه. يلا يا عم فكك بقى يا معلم، مش انا باخد فلوسي والشهرة وبروح لإسلام سعد بعمل لي 3 4 بدل وفتح بتاع العربيات بتاعي عادي؟ وده اللي اتكلمنا فيه بداية الموسم وقعدنا نتكلم فيه كتير ولسه هنتكلم فيه كتير. انا مش فاهم يعني الاهلي رابع، يعني الاهلي رابع، يعني الزمالك ده فريق بطل. بطل هقول لك ليه. الزمالك بقف القيد بتاعه بمشاكل اللعيبه، بس عمال يبيع لعيبه علشان يقدر يدفع المصاريف، ومش عارف يجيب صفقات ويدفع اجور للعيبه ومش عارف ايه. بيكسب. ايوه يا عم، يكسب له ماتشين ثلاثه حتى لو زي الخرا، بس بيكسب، عمال يكسب. انما انت ايه؟ يا عم اقول لك على حاجه، انت اللي ظلمك ما كسبش، بس هو بيلعب بروح مثلا، بيلعب بروح، عليهم فلوس وبتاع وما كسبش معاهم، عذرهم. انت عذرك ايه؟ انت كلاعب نادي في النادي اهلي عذرك ايه؟ ما بتاخدش فلوس؟ ما حصلش. مش اخد شهرة؟ ما حصلش. بالك مش مرتاح؟ ما حصلش. مش بتسهر وتتبسط؟ ما حصلش. مش بتروح تعمل لك 3 4 بدل وراكب احسن عربية؟ ما حصلش. ايه بتطلع في البرامج ومش بتاخد اعلى اجر؟ ما حصلش. عذرك ايه بقى؟ عذرك متدلع اخر دلع؟ عذرك ايه؟ يقول لك اصل محمد بن رمضان مش متاقلم على العيشه في مصر. ادي لاي حد الفلوس اللي هو بياخدها ومش هتاقلم على العيشه في مصر، هتاقلم على العيشه في الجنوب، في القطب الجنوبي، مش في مصر. انا ما انتش فاهم يعني يعني قول لي انت رايك، ده حلو ده بالنسبه لك الترتيب دوت؟